الا كنتي من الناس اللي كتحير وما كتعرفش شنو طيب كل نهار، فهاد الفيديو ليك. غنسهل عليك وغادي نحضر معاك 8 الاطباق للاسبوع كامل، متنوعه، وجبات كامله متكامله بين اللحوم والخضار، غادي تخليك تنوعي في الطبيله وتفرحي العائله. كنتمنى هاد الوصفات اللي غتشوفوا معايا اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم. كما كنوصيكم دائما، الا عجبكم محتوى القناه فما تبخلوش عليا بالدعم ديالكم، لايكاتكم وتشجيعاتكم. الا بانت لكم القناه كتستحق انها توصل لاكبر عدد من الناس، فبارطاجيوها مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. ونبداو على بركه الله. بسم الله. اول يوم غادي نفتتحوا به الاسبوع اكيد هو يوم الاثنين. في هذا النهار فانا اختاريت نحضر لكم واحد الشهيوه للغدا كتجي زوينه بزاف، والاهم انها سهله. غادي نوجدوا كل شيء في الكوكوط. اول حاجه غنديرها، خديت البصله يعني قطعتها حتى رجعت لي على شكل طريفات صغار. ما تحكوهاش، غير هاشيوها هكا بالموس راه كافي. غادي نوضعها دابا في الكوكوط وغادي نزيد عليها واحد جوج ضريسات ديال الثومه حتى هما غنحكهم في الحكاكه الرقيقه. غندير شويه ديال الزيت وغنديها تشحر على نار مهيله حتى يذهب ليها اللون. في هذا الوقت فانا خديت واحد 20 درهم ديال الكفته ديال البقري وزدت عليها واحد شويه ديال الهدانت. بهذه الطريقه كتزكى وما كتبقاش شويه ديك الكفته ديال البقري مجهده. يمكن لكم نتوما ديروا الكميه كلها بقري ولا الكميه كلها هدانت، داكشي كيبقى على حساب الرغبه ديالكم. غنزيد عليها دابا شويه ديال البصله، شويه ديال المعدنوس، تقريبا درت واحد جوج معالق كبار. بالنسبه للعطريه فانا غندير شويه الملحه، عندي هنا شويه ديال الابزار، غادي نزيد القزبر يابس، نص معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه كبيره ديال التحميره اولا البابريكا، وشويه ديال الزيت. الا قلتوا لك الزار يطحن لكم شويه الشحمه فما غاديش تكونوا محتاجين انكم تزيدوا الزيت. غادي نجمع هاد الكفته مزيان وغادي نخدمها حتى ندخل فيها كاع ديك العطريه ودوك التوابل، وغنخليها كترتاح واحد 15 دقيقه. من بعد غادي نبدا نشكل فيها على شكل كريات كيف ما كتشوفوا معايا دابا. بالنسبه للحجم خاصو يكونوا كبار واحد شويه، حيت راها كتجمع في الطياب. وبنفس الطريقه غادي نستمر حتى نكمل الكفته اللي عندي كامله. وغنرجعوا دابا لديك البصله كيف ما كتشوفوا معايا راه هبطات وتعسلات. غنزيد عليها دابا البطاطا. انا درت جوج الحبات يكونوا كبار، وانتم ديروا على حساب عدد افراد الاسره ديالكم. البطاطا اللي تكون بيضاء حيت هي ملي كطيب كتبقى يعني رطبه وكتجي زوينه في الماكله ديالها. قطعوها شويه، المطرفات يكونوا كبار باش تجي باينه في الطبق. غادي نزيد عليها واحد زلافه ديال الجلبانه، هذه راه كانت عندي في المجمد، طبعا الا كانت عندكم طريه فغادي يكون افضل. عندي ايضا زلافه من صلصه الطماطم، بحال قلتو غير واحد نص زلافه وكملت البقيه بالماء حيت هذاك الشيء اللي كان تبقى عندي وكملته بالماء. غنزيد شويه ديال المعدنوس. بالنسبه للعطريه فانا غندير المليحه، شويه ديال الابزار، قزبر يابس، الخرقوم بلدي، شويه ديال التحميره اولا البابريكا، وغادي نزيد واحد ربع كاس ديال الماء في الجوانب. وغادي ندير زيت الزيتون. غادي نخلط هاد المكونات ديالي مزيان وغادي نبدا نوضع دابا داك الكرات ديال الكفته على هاد الطريقه، حيت كلشي غادي يطيب دقه وحده، لاننا دايرين البطاطا اللي بيضاء في ساعه كطيب والكفته حتى هي في ساعه كطيب، يعني واحد 5 دقائق غادي يكون كلشي طيب. وايضا الجلبانه حتى هي راه سهله في الطياب، بحكم كانت عندي في المجمد راه بحال قلتو راه طيب هذاك البرد، يعني راه في ساعه كطيب. بعد ما كملت الستاف ديال الكفته فانا غادي نزيد دابا شويه ديال الزيتون الخضر اللي غسلته مزيان من الملحه، وغادي نوضعه مزيوده ديال الحار. صافي غادي نسد عليها دابا. النار تكون مجهده في الاول، غير تبدا تصفر وتجمع النفس، وغنهبط درجات الحراره. النار تكون مهيله، يعني هي كتبغي طيب على نار مهيله تقريبا واحد 15 دقيقه وغتحلوا عليها. غادي تلقاوها بحال هكا كيف ما كتشوفوا معايا، راه تلقات كميه كبيره ديال الماء. صافي دابا راها طابت. في هذه المرحله غادي نجهد ليها النار وغادي نخليها حتى تشرب ديك السوائل كامله. بالنسبه للختوريه فهي كتبقى على حساب الرغبه ديالكم. الا كنتو من الناس اللي كيبغيو التغماس فيمكن لكم تخليو فيها المرق. بالنسبه ليا انا فانا غادي نخليها يعني كتشرب مزيان حتى توقف ديك الزويته ديالها، ما يبقاش فيها الماء نهائيا. وغناخذ دابا صحن التقديم. غادي ناخذ دابا صحن التقديم وغادي نوضع فيه دابا داك المريقه ديالي، وشوفوا معايا كيفاش كتجي. راه ديك البطاطا كتجي طيبه ومحافظه على القوام ديالها. داك المرق حتى هو راه كيجي خاتر وكيجي واقف على زويته، يعني كيجي زوينه بزاف. هذه هي النتيجه النهائيه، وواحد شي حاجه زوينه يعني خفيفه ظريفه كيف ما كتشوفوا معايا، كتوالم هذه الحراره في ساع كتوجد وبمكونات اقتصاديه متواجدين في اغلبيه المنازل بلا عذاب وبلا كثره الوقوف. كنتمنى هذا الاقتراح يكون نال الاعجاب ديالكم بصحتكم وراحتكم. وهذا كل ما يخص يوم الاثنين. بالنسبه ليوم الثلاثاء فاختاريت لكم اليوم واحد لاطه بالدجاج في الفران سهله. في الصح اللي كيدخل الفران غادي نوضع القطع ديال الدجاج. بالنسبه للكميه كتختلف يعني على حساب عدد افراد الاسره ديال كل واحد. طبعا الدجاج ديالنا راه مغسول وناشف من الماء. خديت هنا واحد 3 ضريسات ديال الثومه غادي نحكم في الحكاكه الرقيقه. اما بالنسبه للعطريه فانا غادي ندير شويه ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال القزبر يابس. سر البنه ديال هاد الطبق زيدوا واحد معلقه صغيره من توابل الدجاج. غادي نزيد واحد طريقه خفيفه ديال القرفه غير شويه، يعني ديروها على حسابي راه كتجي زوينه. جوج معالق كبار ديال المعدنوس مقطع رقيق. وغادي نزيد واحد ضويمه ديال الزعفران، هي اللي كتعطي داك اللوين محمر ومجمر للدجاج. صافي اللي ما بغاهاش يمكن ليه يستغنى عليها.
غادي نزيد الزيت مخلطه بين زيت المائده العاديه وزيت الزيتون. هنا راني نسيت السمن ما درتوش، نتوما ديروه صافي، راه كيعطي حتى هو واحد المذاق زوين بزاف. غنزيد ايضا واحد معلقه صغيره من التعسيله ديال الحامض مصير، الا ما عندكمش ديروا نتوما اللب ديال الحامض المصير، ولكن غسلوه مزيان من الملحه باش ما يملحش لكم الطبق. غادي نشرم الدجاج ديالي مزيان حتى ندخل فيه داك العطريه كامله يعني تحت الجلده، وغادي نديه في الطرف. هادوك العنيقات والكاصات اللي كيتبقاو لنا ملي كنشريو الدجاج، فانا ما غاديش نضيعهم، حتى هما غادي ندخلهم في الطبق، حتى هما غادي نشرملهم مزيان وغادي نخلي هذا الشيء يرتاح. هو الصراحه كل ما خليتوه يرتاح كل ما الدجاج كيتشرب معكم هاد العطريه وكيجيكم زوين. الا ما عندكمش الوقت فيمكن لكم تخدموا به مباشره كيف ما درت انا، يعني بعد ما شرملتهم يعني خديت غير واحد 5 دقائق بين ما جمعت سطح العمل. غنزولهم دابا من الصحن، وغادي ناخذ دابا 2 بصلات يكونوا كبار، قطعتهم لدوائر اللي تكون كبيره واحد شويه يعني باش يهزوا معنا شويه الطياب، وشحرتهم في شويه ديال الزيت حتى ذهب ليهم اللون، ماشي بزاف غير واحد 5 ديال الدقائق. علاش درت لهم بحال هكا؟ باش البصله تهبط ومنين ندخلها انا الفران يعني كتدغمر، كتجي معسله وكتجي زوينه بزاف. صافي دابا غادي نستف دابا دوك القطع ديال الدجاج، وغادي نوضع ايضا دوك العنيقات في الجوانب. غنزيد شويه ديال الزيتون، يمكن لكم نتوما تخليوه حتى الاخير، فقط انا مع التصوير باش كنبغي نختصر شويه فانا غنزيدو دابا. ولكن واحد الملاحظه، الزيتون خاصو يتغسل واحد 3 المرات حيت كيكون فيه الملح. غادي نوضع طريف ديال الحامض مصير، وغادي نزيد شويه ديال الزعفران الحر اللي كنخليه انا حتى الاخير باش كيعطي داك المذاق ديالو اللي زوين. الا ما عندكمش بلاش كتافيو غير بالضويمه. خويات كبير ديال زيت الزيتون، وغادي نغطي دابا اللاطه ديالي بورق المطبخ، وغنعاود عليها طبعا بورق الالومنيوم يعني ضروري باش يتزمت الدجاج ويطيب في الماء ديالو، بحكم حنا ما غاديش نديرو فيه الماء. وغندي دابا ندخلو الفران. بالنسبه للطياب فانا كنطيب في الفرن ديال الغاز، يعني انا عندي ديال الضوء وعندي ديال الغاز، ولكن بحال هاد الاطباق كنفضل ديال الغاز كيطيب مزيان. غتشعلوا عليه غير من التحت وغتخليوه حتى يسخن مزيان. غادي تحطوا اللاطه ديالكم وغتهبطوا درجه الحراره، النار تكون مهيله. كما كتعرفوا الدجاج راه ما فيهش الماء، يعني ردوا البال باش ما يتحرقش لكم، ولكن على العموم ما تخافوش حيت الدجاج راه كيطلق كميه كبيره ديال الماء. غادي نخليه يطيب على نار مهيله في الفران. كما كتشوفوا معايا دابا بعد ما داز تقريبا واحد الساعه وربع، فانا حليت عليه الفران ولقيته تبارك الله طاب. خليته واحد شويه حتى تحمر من الفوق وخدا هذاك اللوين محمر كيف ما كتشوفوا معايا، وهذه هي النتيجه النهائيه. الدجاج تبارك الله راه كيجي طايب زبده. وشوفوا معايا داك البصيله حيت شحرناها في الاول كيفاش تعلكات ورجعت بحال الدغميره يعني كتجي معسله. اما بالنسبه للملح، الناس اللي غيقولوا لي ما درناش الملح، فاحنا ما درناش لانه كانت عندنا بزاف ديال العناصر اللي فيهم الملح بحال الزيتون، الحامض مصير، السمن، هادو كاملين فيهم الملح، يعني ما ديروش الملح نهائيا. واحد طبق غزال للصيف جربوه غادي يعجبكم بصحتكم وراحتكم. ثالث يوم الاربعاء، وفي هذا النهار غادي نوجد معكم اليوم واحد الحيمه في الكوكوط مع خضيره كتجي يا سلام. اول حاجه درتها فانا خديت واحد لو بول وغادي نوضع فيها القطع ديال اللحم. بالنسبه للكميه كل واحد يدير على حسب عدد افراد الاسره ديالو، انا غير شويه اللي قسم الله. الا كانت عندكم الحيمه الغنمي حتى هي كتجي زوينه. الحيمه ديالي طبعا فانا شللتها بشويه ديال الماء خليتها حتى قطرات ونشفات. غنزيد عليها دابا الملحه، شويه ديال الابزار، غادي ندير شويه ديال الكمون، قزبر يابس. سر البنه ديال هذا الطبق معلقه صغيره من عطريه اللحم اولا المروزيات اللحم كيعطيو واحد لوغو زوين بزاف. صافي هادشي اللي غادي نديرو فيه، وشويه ديال الزعفران الحر اللي كيبقى اختياري، يمكن لكم ما ديروش ماشي شي حاجه ضروريه. غادي ندير زيت الزيتون وغادي نشرم القطع ديال اللحم مزيان حتى ندخل فيهم العطريه كامله. وغنجيب دابا كوكوط، غندير فيها 2 حبات ديال البصله اللي قطعتهم لدوائر متوسطه. تقدروا ما ديروش البصله يعني راه ما تخافوش ما يتحرقش لكم، غير حنا بغينا البصله بحكم الطبق شويه ناشف باش ديك البصله شويه كدير واحد التغميره. غادي نوضع دابا دوك القطع ديال اللحم وغنخلي هادشي كامل جانبا. بالنسبه للخضره اللي اختاريت نرافق بها هذا الطبق فهي خضره متنوعه اللي عندكم في الدار. انا غندير خيزو، القرعه خضراء، اللوبيا خضراء اولا لاريكو. غادي نزيد ايضا البطاطا، ويمكن لكم ديروا اي نوع من الخضر اللي بغيتو اللي عندكم في الدار، باستثناء الدنجال ما ديروش حيت هو كيطلق شويه واحد الكحوليه كيخسر المنظر ديال الخضر. غندير لهم شويه الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال الكمون، ما تكثروش بزاف باش ما يجيكمش داك الشمر، قزبر يابس، وغنسمو بشويه ديال الزعتر. غادي نحك واحد الريس ديال الثومه، ما عندكمش عوضوا بالثومه بودره وزيت العود. الا عندكم هذه اللي منسمه يعني بالاعشاب فهي كتجي غزاله، ما عندكمش غادي ديروا العاديه ماشي شي حاجه ضروريه. غادي نخلط هذيك الخضيره ديالي مزيان والمعدنوس طبعا، وغادي نخلط هذيك الخضيره ديالي مزيان حتى ندخل فيها هذيك العطريه كامله. وغناخذ دابا ورق ديال المطبخ غادي نوضعو فوق القطع ديال اللحم، حيت الكسكاس اللي عندي انا صغير يعني ما غاديش يهز ليا هاد الكميه كامله ديال الخضر. نتوما الا كان عندكم الكسكاس كبير فديروه فغادي يكون افضل، ولا كنتو بحالي ما فيكم اللي يدير لا كسكاس لا والو فديروا غير ورق المطبخ. ديروا فيه واحد 3 ديال الثقوب، راني درتهم غير ما تصوروش لكم هنايا باش داك الماء اللي غطلق لنا الخضر
يهبط للاسفل يعني، وهكا اللحم غادي يطيب من السم يعني بداك المذاق ديالو، وبتا داك الماء اللي غادي تطيح الخضره غادي تعاون اللحم باش يطيب. صافي دابا غادي نزيد شويه ديال الجلبانه، وغادي نجمع دوك الاطراف ديال الورق، يعني ما تخافوش هذا راه عندي انا صحي، يعني نوعيه جيده بزاف، خاصه بالاكل، كيتحمل درجه كبيره ديال الحراره وما كيتحرقش. غادي نسد على الخضر ديالي دابا، غادي طيب غير بداك البخار، واللحيمه غادي طيب حتى هي بلا قطره الماء، وغادي تجي زوينه بزاف، وغتشوفوا معايا النتيجه النهائيه ان شاء الله. بالنسبه للطياب ديالو كما العاده في الاول دائما كنجهدوا النار، غير كنحسوا بكوكور جمعات النفس وبدات تتصفر، وكنقصوا درجه الحراره بحكم دابا حنا دايرين اللحم، فتقريبا فهي غتاخذ معايا واحد 25 دقيقه وكتكون موجوده. داكشي اللي درت، دازت 25 دقيقه وحليت عليها، وشوفوا معايا الخضيره تبارك الله راها طايبه ما شاء الله، كتزول معايا بكل سهوله. على العكس الا درتو الكسكاس ردوا البال، خاصكم تخليو هاد الماء حتى تبرد. دابا انا غادي نهزها، يعني داك الورق غادي يسهل عليا العمليه، فانا غادي نهزها وغنحطها في واحد الصحن غادي نخليها جانبا. وشوفوا معايا اللحيمه تبارك الله راه لقات كميه كبيره ديال الماء. نتوما دابا الا درتوها في الكسكاس فهي غادي تجيكم ناشفه، ولكن بالنسبه لي انا حيت درت الورق تقبته رجاتني ناشفه، ولكن اللي غيحطها مثلا في الورق وغينسى ما غيديرش الثقوب، غادي يلقى الخضر فيها واحد الكميه ديال الماء. ما تخافوا ما والو، داك الساعه غتهزوا الخضيره ديالكم وغادي ديروها في واحد المقيله، غير ما تحركوهاش، زيدوا لها خويه رقيق ديال الزويته البلديه، جهدوا عليها النار وخليها حتى تشرب كاع دوك السوائل ديالها، وتبقى لكم بحال هكاك غير خضيره، بحال حضرتوا خضيره صوتي وكتكون موجوده. صافي دابا تقريبا راه كلشي موجود، غادي ندوزو للتقديم. غناخذ صحن التقديم، غادي نوضع داك اللحيمه في الوسط، وغادي نوضع ايضا داك الخضر في الجوانب كيف ما كتشوفوا معايا. داك الزويته اللي شاطت ليا من اللحم فانا ما بغيتش نضيعها، يعني فيها البنه، فانا غادي نزيدها على داك الخضر من الفوق باش حتى هي كتبنن. رشيشه خفيفه ديال المعدنوس كتخرج المذاق ديال الطبق، وكتزيدنا ايضا واحد لوغو. وهذا هو الشكل النهائي ديال غديوتنا ديال هذا النهار، طبق صحي متكامل زوين بزاف. داكشي اللي عندكم في الدار تخرجوا شي حاجه زوينه، واللي اهم واللي زوين فيه بزاف هو انه سريع، يعني غير في كوكوط وحده غادي توجدوا هذا الشيء كامل بصحتكم وراحتكم. اما يوم الخميس فمعروف عندي انا يوم كيكون بدون لحوم، واليوم ان شاء الله اختاريت نحضر معكم واحد الكراطان في الكوكوط ساهل وكيجيبني بزاف. المكون الرئيسي ديالو طبعا هي البطاطا، انا درت 3 يعني غادي نقطعهم المربعات، ومن بعد غادي نغسلهم مزيان واحد 3 ديال المرات حتى نزول منهم النشا وكاع داك الاميدون اللي كيكون فيهم. العمليه ضروريه ما تغسلوا البطاطا بعد ما تقطعوها، الا ما غسلتوهاش راه غادي تعجن، ملي غتدخلوها الكوكوط غتجيكم معجنه وما غيجيكمش الكراطان ديالكم كيف ما غتشوفوا معايا انا في الشكل النهائي. بعد ما غسلتها مزيان طبعا فانا خليتها حتى قطرات من داك الماء. غنديرها دابا في طنجره ديال الضغط، غندير معاها الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال الكمون، شويه ديال الزعتر، ما تكثروش بزاف حيت الزعتر مجهد كيعطي واحد المذاق حار. وغنسمها بالتوابل المكسيكيه. دابا بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش التوابل المكسيكيه، ديروا نتوما التوابل ديال الشاورما، ديروا التوابل ديال الطاكوس اللي بغيتو، غير ما ديروش فقط التوابل ديال الدجاج وعطريه اللحم. علاش؟ حيت هما فيهم الخرقوم، يعني غيطلقوا لكم واحد الصفوريه وما غيجيكمش الكراطان ديالكم زوين. غادي نزيد دابا زيت الزيتون مع شويه ديال المعدنوس، وغادي نخلط هاد العناصر ديال، وغنخلط هاد البطاطا ديالي مزيان، ما ديروش ليها الماء نهائيا. غادي نسد عليها حتى هي، غير غادي تصفر وغنحسب لها 7 ديال الدقائق هكا نيشان كحد اقصى ما تفوتوهاش. غتحلوا عليها غتلقاوها تبارك الله طابت كيف ما كتشوفوا معايا دابا. فلات المرحله فانا غادي نزيد لها دابا شويه ديال الكريمه خاصه بالطبخ باش ما تجيناش ناشفه، وغنختم شويه ديال دابا اللي بغى يدير الدجاج ولا الكفته داكشي اللي بغيتو. كما سبق لي قلت لكم انا يوم الخميس عندي يوم بدون اللحوم، فانا غادي ندير دابا الطون فقط يكون نوعيه جيده باش يجينا زوين. غنديرو من الفوق وغادي ندير شويه ديال الفرماج. هنا عندي مزيج ما بين الادام والموتزاريلا كيعطيو واحد التعليكه زوينه بزاف. درت ليه شويه ديال المعدنوس في الاخير، وغنتسنى على داك الفرماج يذوب غير في داك الصهد ديال الكوكوط، لانكم عارفين الطون ما كيبغيش يطيب، يعني غير داك الصهد صافي راه كافي. وكيف ما كتشوفوا معايا دابا هذه هي النتيجه النهائيه. غادي نقدموا في صحن التقديم شي حاجه ولا اروع، واحد الغدي وسهله صيفيه، يعني بحكم كاينه الحراره يعني بنادم ما قدرش يوقف بزاف بهذا الطبق كيجي زوين. الناس اللي كيبغيو لي صوص يمكن لكم تزيدوا ليه دابا الكاتشوب او لا صوص الجيريان من الفوق، راه كيجي ولا اروع صراحه. واحد الطبق اللي زوين بزاف، وباش تستمتعوا بلوغو ديالو حاولوا تاكلوه سخون، ما تخليوش طبعا حتى يبرد، لانه الا بردات البطاطا كتولي بحال الحجر ما كتبقاش تجي زوينه بزاف. اقتراح خفيف ظريف وزوين بصحتكم وراحتكم. وهذا كان اقتراح يوم الخميس. اما يوم الجمعه فمعروف عندنا بالكسكس، واليوم ان شاء الله بغينا نبدلوا واحد شويه، غادي نوجد معكم المفور بالروز تا هو والخضيره
حتى هو واحد الاقتراح زوين بزاف. هنا عندي زلافه ديال الروز، انا استعملت البسمتي، تقدروا نتوما ديروا الروز اصفر كلاصي يكون نوعيه جيده باش ما يتعجنش لكم. غسلته طبعا 3 ديال المرات، يعني هاد القضيه اللي كنقول لكم غسلته 3 ديال المرات راه غير ماشي حيت بغيت نقول لكم كغسلته 3 المرات، وانما حيت بصح خاصكم تغسلوه 3 ديال المرات باش تزولوا منه كاع داك النشويات اللي كيكون فيه، وخليوه مرقد 2 ديال الساعات. علاش كنقول لكم خليوه مرقد 2 ديال الساعات؟ باش الروز كتنفخ الحبه وما كتعجنش لكم في الطياب، يعني ملي كديروها تفور ما كتجيكمش معجنه وما كيجيكمش هذاك الشيء معجن، كيجيكم الطبق ديالكم زوين. حيت بعض المرات كاين شي حوايج كنقولوهم يعني كاين اللي كيدوز عليهم مرور الكرام ما كيعطيهمش اهميه، ولكن راه تما فين كاين السر. راه اي حاجه قلتها لكم في الفيديو حاولوا تحترموها اخواتي الكريمات باش ينجحوا معكم الاطباق. بعد ما خليته انا 2 ديال الساعات، فانا غنديرو في كاسرونه مع كويس ديال الماء اولا 2 الكيسان ديال الماء ماشي مشكل، شويه ديال الملحه، شويه ديال الزيت، وغادي نديه يجيب الغليه. هنا دابا غادي نعطيكم 2 ديال المفارقات. بحكم انا دايره الروز بسمتي، يعني غادي نديه غير يجيب الغليه، غير طلع فيه داك الكشكوشه وغادي نزولو لانه في ساعه كيطيب. الناس اللي غادي دير الروز اصفر كلاصي غادي ديرو فوق البوطه وغادي تخليه بحال قلتو يدخل معاه الطياب، هو ما طيبش ولكن راه داخله معاه الطياب باش هكا يجيكم ساهل وما ياخذش معكم وقت طويل ملي ديروه في الكسكاس. وما تنساوش واحد 2 وريقات ديال الرند راني نسيت ما قلتهمش لكم في الاول، باش كيجي منسم وكيجي زوين ما كيجيش بحال مسلوق. صافي دابا غنديو الروز ديالنا يدير هذه العمليه، وغندوزو حنا باش نوجدوا الشرموله فاش غادي نشرملوه، واللي غادي نحتاجو فيها شويه ديال الربيع. تقريبا هنا عندي واحد 2 معالق كبار. عندي ايضا 2 فصوصات ديال الثومه، غندير شويه ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، شويه ديال السكينجبير. عندي ايضا القزبر يابس، تحميره اولا البابريكا، وعطريه ديال الدجاج. غادي نزيد شويه ديال السودانيه اللي كتبقى على حساب الذوق، وغادي نزيد واحد نص ضامه ديال البقري. دابا نص ضامه ديال البقري يمكن لكم ما ديروهاش، داكشي كيبقى على حساب الرغبه ديالكم، ولكن انا باش نحيد التقليد عليا فانا كنعطيكم الوصفه كيف ما هي، وانتم لكم كامل الحريه. حيدوا داكشي اللي بغيتو وخليو داكشي اللي بغيتو. صافي غنزيد الحامض مصير اللي قطعته لطريفات صغار، وغادي نزيد زيت الزيتون. غادي نخلط هاد الشرموله ديالي مزيان حتى ينسجموا ليا جميع المكونات. وما تنسوش الزعتر عافاكم، حتى هو راه عنده واحد الدور زوين بزاف في هاد الوصفه. غادي نخلط هاد الشرموله ديالي وغادي نذوق الملح الا خاصها، فانا غادي نزيدها شويه بشويه، ما تكثروش بزاف. درتش في الاول لان الحامض مصير عندي انا فيه الملحه، داكشي علاش ما بغيتش نديرها باش ما يجينيش طبق مالح، يعني حتى الاخير. وغادي نزيد واحد شويه وغادي نذوق الشرموله على حساب. الا جاتني مالحه راه غنحبس، جاتني مسوسه فانا غادي نبدا نزيد. هاد الشرموله بعد ما خلطتها فانا غادي نقسمها دابا لثلاثه الاجزاء. الجزء الاول هو اللي غيبقى في الاناء، الجزء الثاني غادي نشرمل فيه الدجاج، والجزء الثالث غادي ندوز فيه داك الخضيره. صافي كنتمنى الفكره تكون واضحه. دابا داك الشرمولات اللي زولت في الطرف وداكشي اللي تبقى ليا في لو بول، فانا غادي نشرمل فيه الدجاج. بالنسبه لي انا درت 2 ديال الفخيدات وواحد طريف صغير، الله يجعل البركه، يعني راه كافي ووافي. تقدروا نتوما ديروا اللي عندكم في الدار ديروا، ما كاينش شي حاجه هنا كتلزم عليكم ديروا بحالي انا فخاد ولا اللي كاين ديروا. غنحاول ندخل فيه مزيان ديك العطريه وغادي نزولو، غادي نحيدو نفس هذاك الاناء ما يتغسل ما والو. غنديروا الخضر، انا اختاريت ندير البطاطا وخيزو. نتوما عاوتاني الا كانوا وليداتكم كياكلوا شي نوع من الخضر زيدوهم. غير بالنسبه للبطاطا وخيزو حاولوا تقسموهم كيف ما درت لهم انا، يعني غير في النص. والبطاطا اللي تخدموا بها هي البطاطا الصغيره، ما ديروش داك البطاطا الكبيره باش ما تحلش يعني، وباش يبقى المناظر ديالها زويون. وحتى خيزو ما تقطعوا، بغيتو تقطعوا لطريفات صغار قطعوا، انا غير قلت بحال هكا كيجي بحال الكسكسو، زعما كيجي التقديم ديالو زوين بزاف. غادي نشرمل داك الخضيره حتى هي وغادي نزولها. بعد ما شرملات حتى هي فانا غادي نزولها وغادي نوضع دابا الروز كيف ما كتشوفوا معايا راه هو يعني بعد ما جاب غير الغليه واحد 3 دقائق بالضبط وطفيت عليه. هنا راه باقي سخون. غادي نزول ليه دوك الوريقات ديال الراند، غادي نزيد عليه دابا ديك الشرموله اللي سبق ليا وزدت، وغادي نزيد عليه شويه ديال الزيتون، شويه ديال الشامبينيون نوار اختياري كان عندي، فانا غدرتو. كون ما كانش عندي ما غنديروش. غادي نشرمل داك الروز ديالي مزيان، غادي نزيد ليه شويه ديال التحميره، انا جاني ناقص تحميره، وغندخل فيه العطريه مزيان. دابا تقريبا كلشي موجود. غادي نجيب الكسكاس، غادي نوضع عليه ورق ديال المطبخ. بالنسبه للاخوات اللي كيسولوني علاش الكسكاس كندير ليه ورق المطبخ، كندير ليه ورق المطبخ باش ديك العطريه اللي كتهبط من الدجاج ومن الروز كتبقى تما. الا ما درتوش ورق المطبخ ما غيجيكمش طبق زوين نهائيا، غادي يجيكم بحال مسلوق. يعني هذه حاجه ضروريه، الا بغيتو توجدوه ما عندكمش شريوه، راه كيتباع عند البقال. غير حاولوا تقولوا لي يعطيكم شي نوعيه اللي تكون زوينه.
راه كيدخل البخار، يعني راه كيخلي الاكل يدخلوا البخار، ولكن راه كيخلي داك الشيء اللي درتو داك الاقامه ما كتهبطش، فهمتوا؟ ما كتهبطش، ما كتمشيش لكم مع الماء، كيجي الطبق ديالكم زوين. غادي نستف يعني دوك الطريفات ديال الدجاج هما الاولين، وغادي ناخذ ديك الخضر غادي نديرها في الجوانب على هاد الطريقه، وغادي نوضع الرز في الاخير. كيف ما كتشوفوا معايا غادي نحاول ايطالي اولا نقاد داك الوجه ديالو باش يجينا زويون في المنيضر. غادي نغطيه، غنرجع ليه دوك الجوانب ديال القاعيط، وغادي نغطيه دابا بالغطايه، وغادي نديه فوق النار. في هذا الوقت اللي كنت فيه انا كنوجد هادشي كامل، راه البرمه درتها فوق البوطه، راه فيها الماء، يعني الماء راه سخون مزيان مزيان واصل لدرجه الغليان. غادي نحطو دابا وغادي نخليه يطيب. دابا بالنسبه للطياب على حساب كل واحد الروز اللي غادي يستعمل. كاين الروز اللي عنده كيطيب دغيا، كاين اللي ما كيطيبش دغيا. تقريبا انا خدات معايا واحد الساعه، لانني نقصت يعني خليت درجه الحراره متوسطه، ما كنتش زربانه به، وخليته كيطيب على خاطرو. قولوا تقريبا خدم معايا واحد ساعه، ساعه وربع. ومره وانا كنقلبو بحال هكا وكندوق الحبه، الا بانت ليا طيبه صافي باش ما يتعجنش ليا. صافي بعد ما طاب، فانا كيف ما كتشوفوا معايا الحبه تبارك الله راه كتجي مفرزه حبه حبه، كيتنفخ وكيتضاعف الحجم ديالها، كيجي زوين بزاف. دابا غادي نقلبو في واحد الصحن، يعني غادي نجيب واحد الصحن وغنقلبوا فيه، كيتقلب بكل سهوله. كيف ما كتشوفوا معايا الخضيره كتبقى قابطه في راسها، ما كتشتت ما والو. الروز حتى هو زوين، وكذلك الدجاج تبارك الله راه طيب زبده. دابا داك الدجاج انا صراحه ملي حطيته تما بان ليا بلي خاصو شويه د اللون، يعني يجي محمر، فنهزيته ودرت واحد المقيله فيها واحد معلقه ديال الزبده، وحطيت داك الدجاج، خليته تتحمر من الجهه الاولى، وعاود قلبته للجهه الثانيه، يعني بحال غير حمرته واحد شويه وحطيته. زدت دابا واحد رشيشه ديال المعدنوس، وكيكون هذا هو الشكل النهائي للطبق. واحد الطبق اللي زوين بزاف وكيستحق التجربه بصحتكم وراحتكم. بالنسبه ليوم السبت فهو يوم معروف بالحوت، واليوم اختاريت نحضر معكم كويرات ديال السردين بمطيشه، ولكن هذه المره غادي نوجدهم بواحد المذاق مختلف تماما. يعني غادي نديروا السردين بالقيمرون، ما يجيكمش غريب ولكن راه زوين. هنا عندي كيلو ديال السردين، بعد ما غسلته خليته حتى قطر ونشوف تماما من الماء. غنزول ليه الشوك اللي كيكون في السنسول واللي كيكون في الجوانب. الجلده حتى هي غادي نزولوها ضروري، غنحتفظوا غير بالهبره. الجلده راه كتزول بكل سهوله كيف ما كتشوفوا معايا، انا ما كتعذبش. حاولت نوريكم هنا الطريقه بالنسبه للاخوات اللي ما كيعرفوش، الطريقه راه سهله. بنفس الطريقه غادي نستمر انا حتى نكمل السردين اللي عندي كامل. دابا تقدروا تطحنوه في الهاشوار، الا عندكم الطحانه ديال اليد كان افضل، ولكن احسن طريقه اللي تقدروا تصوبوا بها كفته السردين هي تحطوه فوق واحد صفيحه المطبخ وتهاشيوه بواحد السكين اللي يكون حاد. علاش؟ الكفته ما كتضيعش ليكم، وكتبقى محافظه على القوام ديالها، وكتجي زوينه حتى في الماكله. ملي ما طحنتوها كيجي ما كتجيش كفته السردين زوينه نهائيا. ثقوا فيا وجربوا. بالنسبه للناس اللي ما عندهم السكين حاد، كنظن كاملين عندكم القراده ديال الربيع اللي عندها جوج اليدين اللي تنقردوا بها قزبر وما عندنا نص رمضان. هذه قردوا بها السردين ديالكم، راه غيجي زوين وما تبالغوش، يعني غير واحد شويه تحسوا بها في غير ولا راه ولا على شكل كفته، وحبسوا ما تخليوش حتى يولي عاود جاري. صافي بهذه الطريقه كيجي زوين. صافي دابا غادي نزيد عليه واحد جوج ضريسات ديال الثومه، غنزيد عليه بصله الا كانت حمراء يكون افضل، تقطع لطريفات صغار. نفس الحاجه درت الفلفله حمراء حتى هي قطعتها طريفات صغار. هنا بالنسبه للبصله والفلفله عصروهم من الماء، حيت الا خليتو فيهم الماء غيجريو لكم الكفته السردين، غتعذبكم في الخدمه. ملي ديروهم عصروا داك الماء ديالهم، ما تضيعوش هذاك، زيدوه في لاصوص طوماط، زيدوا فيه هذاك الماء ولوحوا نتوما غير البصله والفلفله صافي. غندير شويه ديال المعدنوس. العطريه ديال الحوت اللي كنديرو كاملين هي اللي غندير، يعني غندير الملحه، غندير شويه ديال الابزار، غندير التحميره، غندير شويه الكمون، عندي شويه ديال التحميره فيمي الا ما عندكمش بلاش، انا كنديرها غير كتعطيني داك المذاق ديال لا فيمي، كيجي الطبق زوين بحال طيبنا على الفخر. نتوما ما كايناش بلاش. عطريه البسطيله ديال الحوت، شويه ديال السودانيه كتبقى على حساب الذوق، ونقيطه من صلصه الصوجا، ما تكثروش، غير نقطه ديال صلصه الصوجا. وهذه صلصه المحار راها كتباع، الا ما عندكمش صافي بلاش ما ديروهاش. الحوت غادي يعطيكم المذاق، يخليكم تستغناو على صلصه المحار. صافي غادي نزيد الزيت، غادي نخلط الكفته ديالي مزيان حتى ندخل فيها العطريه، وغنخليها كترتاح في الثلاجه باش هكا تجينا زوينه وتجينا بنينه. دابا الا كانت عندكم نتوما الكفته جاريه وحسيتوا بها بلي جاريه ما غاتبغيش تشكل معكم بكل سهوله، كاين الحل مع الدكتور محتوق. غتاخذوها وغتحطوها في الفريغو، غير واحد ربع ساعه في الفريغو، ما تغفلوش عليها. غادي تجمع، غادي تقبط في راسها وغتشكل معكم بكل سهوله. صافي كنظن دابا حلينا كاع المشاكل. بقات لينا الصلصه. بالنسبه للصلصه فاحنا غنحتاجو فيها مطيشه، جوج حبات ديال المطيشه تكون حمراء وطيبه، قطعتها لطريفات صغار، غادي نديرها دابا. زدت معها ايضا صلصه طماطم، غير ما وريتهاش لكم نتوما، راه كاينه تما صلصه طماطم جاهزه، غير واحد جوج معالق ماشي بزاف. كتتبيله فانا غندير الملحه، الابزار، شويه الكمون،
بحال قلتو دابا نفس التوابل اللي درنا في الحوت باش ما يجيكمش نتوما الفيديو طويل. فقط حاجه وحده، ما ديروش صلصه المحار، لا ما ديروهاش صلصه الطماطم، وغتزيدوا غير قطره من صلصه الصوجا يعني في الحوت ولا في الصلصه قطره صغيره باش ما يتبدلش لنا المذاق وما يتغيرش لنا اللون، يعني غير واحد شويه قطيره صغيره فقط. غنزيدوا ريقه ديال الرند، زيت الزيتون، وغادي نخلط هادشي مزيان. والحاجه اللي كتخلي هاد الطبق يجينا مغاير على داكشي اللي موالفين ناكلو حنا، زيدوا ليه شويه ديال القمرون. بالنسبه للقمرون هنا راه ماشي بزاف، ماشي ربع ماشي كيلو، غير واحد شويه. انا راه درت غير واحد الحفينه صغيره، هانتوما كما كتشوفوا في الفيديو ربي شاهد عليا داكشي اللي درت هو اللي كاين، يعني راه ما زدت ما نقص، غير واحد شويه. علاش انا دخلت لكم غير شويه؟ لان بصح كاينين مرات اخوات كيكون عندهم في الدار غير شويه القمرون ما كيعرفوا ما يديروا به، وجربوا ديروا به كفته ديال السردين وردوا عليا راه غيجي شي حاجه خطيره بزاف. صافي دابا غادي نبدا ناخذ دابا ديك الكفته ديال السردين وغنبدا نشكل فيها على شكل كويرات وغنسفها على هاد الطريقه. وعلى نفس المنوال غادي نستمر انا حتى نكمل كميه السردين اللي عندي كامله. غنزيد شويه ديال الزيتون اللي غسلته مزيان مزيان من الملحه، وغادي نوضع الحامض والحار، غادي نسد عليها وغادي نديها طيب 10 دقائق مورا التصفار. كفتة السردين في ساعه كطيب. تقدروا نتوما ديروا الكاميله، انا ما درتش الكاميله حيت الكونتيتي عندي قليله، كنتو نتوما دايرين بزاف ديروا الكاميله. انا مع التصوير باش يجيني الفيديو مجموع وزوين فانا درت كوكوط صافي. غادي نديها فوق النار كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نجهد ليها النار في الاول وما تبدا تصفر غنقص درجه الحراره 10 دقائق مورا التصفار. فانا غادي نحل عليها كيف ما كتشوفوا، كنلقى فيها كميه كبيره ديال الماء طبعا، يعني الحوت راه كيطلق الماء. خليتها حتى تشربات ووقفات على زويته وكنقدمها معكم كيف ما كتشوفوا معايا دابا راه كتجي واعره. حاولوا تخليو فيها شويه ديال البلول يعني باش هكا كتجيكم الكفيته زوينه بالنسبه للناس اللي كتبغي تغمس شي حاجه واعره بزاف. الاضافه ديال القمرون في السردين شي حاجه حصريه عند حياه الرداد، واعر واعر بزاف. جربوا غير جربوا على حسابي وانا متاكده راه بحال ما كتاكلوش السردين، بحال كتاكلوا غير الكروفيت، يعني كيجي شي حاجه زوينه بزاف صراحه. واحد الفيديو اللي رائع صراحه بحال كتاكلوا القمرون تماما، يعني القمرون مع السردين كيجي زوين بزاف. كنتمنى هذا الشهوه ايضا تنال الاعجاب ديالكم بصحتكم وراحتكم. بقات لنا شهيوه وحده واللي هي شهيوه ديال يوم الاحد، واللي كان مقرر ان ننزلوا فيها ساندويتش، ولكن هنا كنشوف ان الساعه عندي طويله يعني هنا، ولكن هنا كنشوف بان الفيديو جا عندي طويل بزاف. والمشكل اللي غادي نلقى ماشي دابا في المونتاج وانما في التحميل ديال الفيديو، يعني ملي غنبغي نهز الفيديو من البروغرام دو مونتاج باش نحطو لكم في اليوتيوب فكيكون طويل ما كيبغيش يدوز اولا كيتخسر. داكشي علاش هنا غادي نكون مضطره انني غنخلي هذه الوصفه حتى الاسبوع القادم ان شاء الله وغادي ننزلها معكم. ولكن على العموم راني عطيتكم دابا هنا 7 ديال الوصفات اللي زوينين بزاف. بالنسبه لي الساندويتش كلكم كتعرفوا تحضروا، يعني ماشي شي حاجه مهمه، يعني حاولت انني نركز بزاف على الاطباق الاولين هما اللي مهمين. وهادو كانوا مجموعه الوصفات اللي اختاريت ننزل معكم اليوم. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم. شكرا الناس اللي وصلوا معنا حتى لهاد اللحظه. كما كنقول لكم دائما قلت لكم في الاول نقولها لكم دابا، الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالدعم ديالكم باش هكا نتشجع ونزيد نعطيكم المزيد من الاقتراحات ومن الوصفات السهله والسريعه. دمتم سالمين، تهلاو ليا في راسكم اخواتي الكريمات، ونشوفكم في غسيل جديده ان شاء الله.